مساء الخير. معاكم حاتم النجار. النهاردة تاريخ 15/6/2023، وعايز اتكلم معاكم شوية في موضوع نيرة أشرف ومحمد عادل. خلاص الموضوع انتهى وأزل الستار فعلا بإعدام محمد عادل، نتيجة انه أقدم على تصرف ليه مبرراته أو ليه أسبابه. ده اللي عايزين نتكلم فيه النهاردة. أنا مش هتكلم النهاردة إن محمد عادل بريء ولا نيرة أشرف مذنبة، لا 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 خالص. أنا عايز أتكلم على الدروس المستفادة من موضوع نيرة أشرف ومحمد عادل. في كذا درس عايزين نبص عليه نستفاد من التجربة اللي قعدت سنة كاملة. في نفس الوقت ده السنة اللي فاتت محمد عادل ارتكب الجريمة دي. أول حاجة، أول درس، الآية القرآنية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا محمد عادل أو كل من أقدم على هذا التصرف أو عايز يقدم على هذا التصرف، الحب والجواز والاستقرار والكلام ده كله ده رزق من عند ربنا عز وجل، مكتوب في اللوح المحفوظ من قديم الأزل. هتتجوز مين وهتحب مين ومين هيحبك ومين هيستقر معاك. وخد بالك من حاجة مهمة جدا، ان ربنا عز وجل يعني حتى في الجواز اباح الطلاق. ممكن في اي وقت اي طرف من الطرفين يقول لك لا انا مش قادر اكمل، مش عايز اكمل، او مش قادر اكمل معاك الحياة. نيرة من الاساس قالت للشاب محمد عادل، مع ان محمد عادل الله يرحمه ما كانش فيه حاجة ناقصاه، شاب متميز متفوق دراسيا محترم اخلاقه عالية، ولكن حب من كل قلبه واصر على حبه، ولكن نسي انها ارادة ربنا عز وجل. انت عانيت الارادة بتاعت ربنا عز وجل. انا بس عايز اوجه الرسالة لكل من بيفكر نفس تفكير محمد عادل. مين اللي احسن لك، انك كنت تتعدم، انك تقتل وتتعدم، ولا تعيش يعني زعلان شوية لكن عايش؟ انا مش بدي المبرر اللي حصل، انا بس بحاول اطلع دروس المستفادة من الموضوع ده. نمرة 2، انا مش عايز اطول عليكم لكن في كذا درس مستفاد. عايزين نستفاد من التجربة، عايزين نستفاد من الحدث اللي حصل نفسه. نمرة 2، في حيثيات القضية كتير قوي يتقال ان تم التنمر على محمد عادل. يعني ايه تم التنمر عليه؟ اثناء حبه او اثناء محاولته الله يرحمه ان هو يحتفظ بحبه اتعرض للتريقة من ناس كتير جدا على موضوع انه بيحب وسيبك منها وخلاص ومش عايزاك. الكلام ده يا جماعة كلام تقيل جدا. خلي بالكوا وانتوا بتتكلموا مع واحد مكسور عاطفيا ان تحاسبوا على الكلام انتوا بتتكلموا معاه فيه او في الموضوع اللي بتتكلموا فيه او بتناقشوه فيه، لان بيكون في قمة الحساسية. ما قدرش يستحمل ويعني اقدم على هذا التصرف عشان يثبت للناس اللي اتريقت عليه ان هو راجل، ان هو حاجة جامدة جدا. فاقدم على هذا التصرف، على هذه الجريمة اللي مش عارف اوصفها بايه غير ان اكيد لازم يكون نتيجتها الاعدام. لان يعني حتى في القانون، وانا مش خبير قانون ولكن ده مع سبق الاصرار والترصد، ده عاد لها في الشارع في عز النهار في وسط الناس وذبحها. الله يرحمها ويحسن اليها، والله يرحمه برضه ويحسن اليه. اتنين في ذمة ربنا دلوقتي، وعند الله يجتمع الخصوم، وربنا عز وجل الحكم العدل. ربنا يغفر ليهم هما الاتنين ويجعل مسواهم الجنة. نصيحة لكل الشباب، انت اعمل اللي عليك
وفي الآخر إرادة ربنا هي اللي هتكون واجبة، هي اللي هتكون نافذة. يعني ربنا عز وجل قالها في القرآن وقالها في حديث قدسية كتير جدا. إرادة ربنا هي اللي هتدوم، هي اللي نافذة. كام مليون واحد في الحياة كان عايز حاجة ولكن ربنا موفقهوش أو ربنا وفقه، هي بترجع لإرادة ربنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ولو كان محمد عادل قبل ما يعني الله يرحمه قبل ما يذبح نيرة شريف أشرف بثواني، لو كان فاهم هذا الموضوع ما كانش ذبحها، كان عايش بقلب مكسور أحسن ما كان حزن عيلته عليه وحزن أمه عليه واتعدم. كنت معاكم حاتم النجار، واكتبوا لي في التعليقات هل الكلام ده صحيح ولا لأ.